هذا الانخفاض ديال الدولار مقابل الدرهم المغربي او لا ارتفاع الدرهم المغربي مقابل الدولار ولا كيشكل صراحة واحد لغز كبير، خصوصا الناس اللي كانوا كيشدوا مبالغ مالية، مبالغ متوسطة، مبالغ محترمة. المواقع ديال الولايات المتحدة الأمريكية، المواقع ديال الولايات المتحدة معروفين، فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، الموقع ديال جوجل، يعني وورد بريس، الناس اللي عندهم المواقع الإلكترونية اللي مربوطين مع جوجل ادسنس، مثلا الناس اللي كيطوروا تطبيقات في جوجل بلاي، يعني في البلاي ستور، كلهم كيدخلوا هذه المبالغ المالية بالدولار الأمريكي، وبعد ذلك كيتصرفوا للدرهم المغربي. وليتي كتشوف مثلا كيحولوا لك مثلا 1000 دولار، مثلا إلا حولوا لك 1000 دولار غادي تلقاها ما وصلاش ل 10000 درهم. 1000 دولار ما بقاش كيساوي 10000 درهم، غادي تلقاه يلاه كيساوي شي 9000 درهم وشي حاجة، 9000 درهم وشي حاجة، وغادي تصاب بالإحباط. صراحة إلا كنتي كتخلص بالدولار وكتدخل مبالغ كبيرة، خصوصا القنوات الكبيرة والمواقع الكبيرة، غادي تصابوا بالإحباط، لأن الدرهم ولا كيرتفع مقابل الدولار. ولكن مع الأسف هذا الشيء ولا متكرر، يعني الدولار غادي وكينخفض، غادي وكينخفض، والدرهم كيرتفع. يعني واحد اللغز عجيب جدا، وهذا كيشكل كابوس الناس اللي عندهم القنوات، والناس اللي عندهم المواقع، او الناس اللي كيطوروا تطبيقات في جوجل بلاي والبلاي ستور والاب ستور. تقريبا كلهم كيتخلصوا بالدولار. كتجيب عرام ديال الدولار وكتصرفوا، ما كيعطيك والو، كيعطيك واحد المبلغ قليل قليل في المغرب. مثلا 50 دولار ما بقاش غادي تعطيك 500 درهم، كتعطيك مثلا غير 470 او 480 درهم. كنا كنشدو مثلا غير 70 دولار كانت كتعطيك 700 درهم وشي حاجه، 700 درهم وشي حاجه. دابا لا، ما غتعطيكش هذاك المبلغ، غتعطيك قل. اي حاجه صرفتيها مقابل الدرهم دابا، خصوصا الدولار ولا كينخفض مقابل الدرهم، والدرهم كيرتفع الدرهم. حيت اي واحد مثلا كيشري واحد السلعه خاص يبيعها بالغلا، ماشي غادي تشري سلعه وتبيعها بالرخا. هادشي اللي كيبان لي انا.